بحاول قدر الإمكان أكون منصف بالحديث عن الفيلم اللي هو بالنهاية عمل فني بدنا نحطه بسياقه ونحكم عليه خارج أي إيديولوجيا أو تحيز فكري أو فردي. السينما بالدرجة الأولى لغة بصرية. بدي نمبر 1 بأي فيلم شوف صورة، بعدين بنحكي بالتفاصيل الثانية، السيناريو وغيره. قد يكون ملص، يعني المخرجين السوريين المتميزين باللعب على الصورة، وشفنا نماذج كتير بالفيلم. فكرة عدم التخندق اللي أشار إلى نزار في هذا الموضع أو ذاك، أنا شفتها متطرفة شوي أو مجحفة شوي. بالإمكان أنه ما يكون متحيز، بس مش للدرجة اللي شفناها. في لقطات طلعت فيها صورة بشار الأسد، ونحكى عن حافظ الأسد، وشفنا نماذج من المقلب الآخر إن صح التعبير. بس بما يخص المقلب الثاني كان في شوي تعتيم على هذا الموضوع. أنا بتخيل بعد 10 سنين، إذا واحدنا أو 20 سنة شاف هذا الفيلم، كيف تكون وجهة نظره؟ يمكن بتكون أجمل من هلأ، لأنه ما زلنا في دائرة الوجع. الشيء الوحيد اللي بدي أركز عليه وما راح أطول، إنه دائما السينما السورية ما زالت يعني تشكو من المثالية ومن عدم القدرة على ملامسة الوجع ونقل الشخصية السورية الحقيقية بالتفاصيل اليومية. كان في لغة مسرحية طاغية على الفيلم أكثر منها لغة سينمائية. حسيت حالي عم بحضر مسرح أكثر من سينما، وكان في مخملية ومثالية بالتعبير عن الأفكار بالأحاديث الشخصية بالتفاصيل اليومية بشكل لا يشبه الشخصية السورية. الإنسان السوري لما بيعيش التفاصيل اليومية هاي ما بيكون مثالي بهاي الطريقة، ما بيكون منمق بالكلام لهالدرجة هاي. غالية حكت ب3 لهجات، حكت بالفصحى، قلنا أنا وأبو وضاح يمكن هذا الكلام كلام الحلم أو التقمص للشخصية الأخرى. ردت حكت بالشامي مع صديقة بدمشق، وردت حكت بلهجة طرطوس مع أهلها. فهذا التشظي ب3 لهجات ما بعرف، يعني ما في سوري بيحكي بهي الطريقة. أنا انبسطت إنه اللي من السويدة حكت بالسويداوي وهي بقلب دمشق، وهذا المفترض وهذا الواقع بسوريا. بالنهاية يعطيه العافية محمد ملاص، محاولة جيدة. يعني نتمنى أنه بالمحاولات الأخرى القادمة يكون في جرأة أكثر بالحديث عن الوجع السوري. شكرا.